أنا أكتر واحد بهاجم الطائفية والطائفية. أنا أكتر واحد ضد التطرف الديني وضد التطرف المذهبي. بس بدي أقول هالكلمتين وأجري على الله كوني مؤمن بالله، بس على طريقتي الخاصة، مو على طريقة أي واحد منكم على الكوكب هذا. تمام؟ وبعرف بده يجيب لي ويلات على راسي، بس طول ما حدا عرفني إلا بقول الحق اللي أنا شايفه بنظري حق. تمام؟ وأنا بتحمل مسؤولية كلامي كلياته. أظهرته للجميع عن جد مين هو الطائف الحقيقي بسوريا، مين هو المتمترس ورا طائفته ورا مذهبه ومعادى كل الآخرين. صوروا نفسكم انكم شجعان وأشاويس وشؤوسي وفؤوسي. ها يا سيدي، ما ضل حدا بسوريا إلا أثبت إنه شجاع فعلا وجريء أكثر منكم. حديث لأهل الطائفة العلوية، الحديث لأهل الساحل، خص نص من الطائفة العلوية مو من بقية الطوائف، خص نص للعلوية. انتوا قبل ما تكونوا علويين انتوا سوريين. ضل شوفوا، بعد ليلة حامية عم مسجل هذا الفيديو الساعة 7 الصبح، أنا لسه جاي على شغلي، لسه مش لحد جاكيتي، هاي جاكيت شغلي. ليلة حامية، ولكن انتوا عن شو عم تدافعوا بقى؟ عن شو عم تدافعوا؟ ورا مين متمترسين؟ بتطالبوا كل أمة الله أنه ما تكون طائفية ضدكم، وانتوا طائفيين ضد كل البقية. متمترسين ورا طائفيتكم، متمترسين ورا مذهبيتكم، متمترسين دعم لحد هاللحظة للمجرم اللي طحنكم أول شيء. طلعوا على سوريا ضل حدا فيها مفز ضد الظالم، ضل حدا فيها من أي طائفة يكون إلا مد إيده للطائفة الثانية. ولك أثبتته، عن جد أثبتته. والله بدي أقول كلمة الحق هي، لأني ماني طائفة ولأني لا أنتمي، برجع بكرر لأي طائفة موجودة على هي الكوكب. أثبتوا، عم تفرجوا العالم أنه أنتوا أكثر ناس طائفيين بهالبلد. طلعوا على السويدة أخوتي الدروز كيف مدوا إيدين لسنة درعا. اطلعوا على السلمية أخوتي الإسماعيليين كيف مدوا إيدين لسنة حلب وحما وحمص، للسنة جميعا، لدروز السويدة. إلا أنتوا يا علويين شكل إشكالي بهالبلد. لك شو كان يطعميكي؟ الله يطول عمرك يا دكتور محمد الأحمر. شو كان يطعميكي طيلة 50 سنة حافظ الأسد من بعد منه ابنه بشار الأسد، غير الذل والفقر والتهميش والتعتيرة؟ شو كنتوا تاكلوا لحتى دماغكم ما عم يفرز؟ السمت مترسين، بدل ما تطلعوا تنزلوا على الشوارع. ولك انتوا شجعان، انتوا شجعان. أهل درعا والسويدة، ألف تحية لأصغر طفل فيكم، من بعد التحية لكل وقبل التحية لكل سوريا الباقية. تمام؟ خايفين من مين؟ خايفين من شو؟ خايفين اسا عم يقنعوكن مشايخكن وكباريتكن، اذا في كباري، انه بدين يذبحوكن بس مديتوا ايدكن لإلهم، بدهم يقطعوا لكم ايدكم. خايفين بعد كل شيء اساتكم عايشين بال1400 سنة، وكل ما واحد حكاكم كلمة للتوعية بتقولوا انت ما بتعرف العلوي شو كان يصير فيه. يا خيي كان يصير فيه على زمن جدي وجدك وجد جده، كان يصير فيه. نحن بال2024 العمى فتحوا عقولكم بقى، فتحوا عقولكم، ولكن انزلوا استرجعوا اراضيكم من النظام. ما عم قل لكم روحوا على حما وادلب ودرعا والسويدة، اهل جبلي وطرطوس واللاذقي وبانياس. ولكن انزلوا فرجوا السوريين اخوتكم انكم انتم معهم بالقلب. انزلوا فرجيا انه انتم فئه من طيف من الشعب مظلوم ومهمش من قبل هالنظام الاسدي. ولك اسا في فرصه احسن من هيك لكم لتقوموا. اسا عم تتحججوا بالخوف، اسا عم تتحججوا بالقبضه الاسدي. تفرطعت، ولك تفرطعت.
ولك فرجوا العالم، اثبتوا مو للعالم، ولك اثبتوا للسوريين انه انتم ما انكم طائفيين، ولك اثبتوا لنفسكم انكم انتم بشر، اثبتوا لنفسكم انه انتم بتستحقوا الحياة. بدكن نضلوا تتحجج بالفقر والتأثير وحاكمنا، ولك ما بقى عندي وسيلة دافع عنكم، ما بقى عندي وسيلة دافع عنكم. ما معكم سلاح، العمى في عندكم سلاح بالساحل قد ما في سلاح بسوريا. أتحدى في بيت بالساحل فيه أقل من قطعتين سلاح. ولك بالعصي ما يحرروا ولا سوريا بالعصي، ولك بالعصي يا جدبان. ما رح أغلط ولا رح أشتم بالعصي. واحد بس يسمع هالفيديو من علويين سوريا، إن كان بحمص إن كان بالساحل، يفكر شو فيني أنا زيادة عن ابن درعا لحتى شوف حالي عليه. هلأ أنت شايف حالك عليه طول مانك محتمي بالأسد، مانك محتمي بالأسد، ولك أنت الحامي للأسد، أنت الحامي لهالضبع. أنتوا الحاميين ولهالضبع السات وعم يشد ضهره فيكم. بدكم أنتم أيدين أنه يصير في كانتون علوي في سوريا لألكم دولة العلوية؟ طيب يا سيدي دولة العلوية، بدي اجي معك دولة العلوية ماشي، وصرتم امان وما حدا اجى لعندكم تبع اللي مفكرينه بالذبح جئناكم. ليكن فاتوا على السلامية اسماعيليين ما ذبحوا حدا، ليكن درعا، ليكن جيران واهل مع السويدة، هدول سنوا هدول دروس وهدول معهم سلاح ومعهم دبابات واخذوا ألوية وفراق. ما فاتوا على السويدة ذبحوا اللي مخالفينهم بالدين. فتحوا أدمغتكم، فتحوها أدمغتكم، فتحوها تمام. بدي اجي معكم لاخر شيء. دولة علوية، صارت دولة علوية والشؤوس والفؤوس وعلي الشلي ومقداد فتيحة وابو حشيش وقفوا على حدود دولتكم. شؤوسكم ها انتم بتعرفوا تاريخهم لهالشؤوس، ومو بس تاريخهم، تصرفاتهم اليومية معكم يا معترين. ولك مع عناصره تعرفوا تصرفاته. ما بدي طول الفيديو كتير. حموكم وسيم الأسد وحيدر الأسد وسليمان الأسد وكليب بيت الأسد حموكم، وحكمكم الأسد ومن بعد منه ابنه. مبسوطين بهالحكام، مبسوطين. بدها تطلع من حلقي بدي يقولها بس بدي ضحك كل أمة الله عليكم. تاريخ عم تتذكروا بالتاريخ انه كنت العلويين تعرضوا للاضطهاد، بس ما بتتذكروا انه مرابعين طول عمركم. وبتكونوا انتم بجبنكم وبغبائكم وبتطرفكم الديني بدكم تضلوا مرابعين. بس هالمره عند بيت الاسد، عند سلاله بيت الاسد، في حال صارت دوله علويين في الساحل. مرابعين. والمرابع بتعرف شو المرابع؟ اذا ما بتعرف يا عزيزي الشاب يا عزيزة الشابة العلوية شو هو المرابع وشو صفته، اسأل بيك أو أمك أو جدك. وإن كان ما عندك، أكيد كلياتكم من سنتين حضرتوه لمسلسل الزند تبع تيم حسن، تعرفوا شو هو المرابع. أجير. بدكم تضلوا طول عمركم أجراء عن بيت الأسد. ما عندك طبعا ما معمم، انتبهوا ما معمم، مشان ما حدا يقول لي عممت على الكل. لا 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 لا، في من العلويين، في احرار وفي مثقفين وفي ناس، بس اقل قليله ولك كتروا. ولك فرجوا السوريين عم يضحكوا عليكم. ما بقى هاي قصه قعدوا وهالجقره تبع اللهجه العلويه ابقى تنفع. ما بقى تنفعكم. ولك فرجوا بقيه السوريين انه نحن سوريين مثلكم، مثل ما أنتم قمتم بمحافظاتكم واسترجعتوا بلادكم وبيوتكم وأراضيكم من هالطاغية المجرم وعصابته وعائلته. نحن كمان قمنا واسترجعنا أراضينا وقعرناها برا سوريا أو قدمناها للمحاكمة. طائفية، أنا أول الناس وأكثر الناس كنت اتهم الناس بالطائفية، هلأ عم اتهمكم أنتم علنا بالطائفية. انتو يا علويين هلق عم تفرجوا كل أمة الله داخلا وخارجا انكم انتو طائفيين، ما بتقبلوا غير اللي مثلكم ولا مستعدين تتحاوروا غير مع اللي مثلكم. ما بدي يفوت على اصل مذهبكم. ما بدي حديثي ما له ديني. شجعان شؤوس انتو. وين شجاعتكم؟ ولو قوموا تحرروا بقى، قوموا استحوا على دمكم، استحوا لعن
أبيت اللعن